بفضل الله النهارده انا جايب لك كيبورد للموبايل، حاجه شكلها شيك جدا، معدن. اتفرج كده معايا، اتفرج على التفاصيل. تعالى اقول لك بقى تعمل ايه بيه. معاك كيبورد من المعدن، وكمان معاك تاتش باد منفصل عن الكيبورد عشان تقدر تتحكم باللعب. هتيجي تقول لي طب انا يا عم مش بلعب بابجي، انا عايز استخدمه استخدامات تانية، اقدر استخدمه في ايه؟ اقول لك ان هو عامل زي الويندوز بالظبط. هتدوس كده، تخش معايا، خليك معايا على الموبايل اهم. هتدوس كده، انا خرجت من بابجي. لو انت مش عايز تستخدم التاتش خالص، عايز تستخدم الكيبورد في كل حاجه، شغال معاك، استخدم التاتش شغال معاك. بقول لك انت راجل بقى، لو انت راجل اكسل شيت بتقفل حاجات الكلام ده كله، لو انت خدمه عملاء بتتشات كتير وكلام كتير بتعمله، فانا بتكلم معاك حاجه مميزه جدا، حاجه قويه قوي. جايب لك النهارده الكيبورد اللي بيتوصل معاك على الموبايل المعدن بالكامل، وفي كمان تاتش باد. مبدئيا كده اتفرج معايا على الماتيريال بتاع الكيبورد. بص، اقسم بالله ماتيريال قوي جدا وحاجه معدن. انا مش عايز اقول لك ان ده من بلاستيك، لا ده من المعدن، حاجه محترمه قوي. اتفرج معايا بقى هنا، بيشحن معاك تايب سي، وفي زرار للستارت، وكمان زرار عشان تشغله وتقفله. لان انت بتيجي اهوت يا معلم، بتيجي تشغله. بص انا دلوقتي اجي اشغله كده، بيبدا يقول لك ان البلوتوث بتاعه شغال. لو هو هيفصل بيجيب لك، ينور لك عند البطاريه. وهنا لو انت موقف الكتابه، ده كده التاتش باد، ده كده شكل الكيبورد. هتيجي تقول لي هو انجليزي بس، اقول لك هو انجليزي وعربي، ولكن الحروف العربي مش مكتوبه. لو انت عايز تعربه بتجيب ستيكر بيتباع ب 25 جنيه وتعربه بيها، او انت لو عايز تعمل حاجه اشيك اكتر بتعملها ليزر في مول البستان. فيما عدا ذلك الكيبورد شغال معاك قوي جدا. طب هل ينفع اشغله على اللابتوب؟ هل ينفع اشغله على الماك؟ مش عارف. هجرب الكيبورد ده واعمل له ريفيو كامل على قناه اليوتيوب وهنتفرج عليه. المهم ان الكيبورد ده عامل كام؟ بتكلم معاك ان التحفه الفنيه دي اللي فيها مغناطيس، يعني هو ما بيقعش منك، لازم انت تفكه كده، تقفله كده عشان ما يقعش منك اهو. شايف؟ حاجه صغيره قوي على قد الايد. بقول لك بكام؟ ب 1499 جنيه، اقل من سمير اللي بيجيبه من الامارات. بتكلم معاك ان احنا فين؟ في منبع الجمله، مول الغول، محل 101. لو العنوان بعيد عليك اشحنه لك لاي مكان، بدل ما تنزل فرحان وفرهده ابعته لك لاي مكان في مصر. كل اللي عليك اكتب لي كومنت بكلمه تم، او ابعت لي في البايو في الواتساب. تعمل لايك وفولو منشن لصاحبك، قول له مصر جاب لك الكيبورد اقل من سمير بجنيه.